السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده احنا هنتغدى مكرونه وبطاطس محمره، وانا مش عارفه اقولها لكم ازاي. انا اصلا ما بعرفش اعمل مكرونه خالص، تطلع معايا نتيجه حسب الحظ. كل اللي حواليا مستغربين ان ازاي بعمل كل الاكل الجميل ده واجي عند المكرونه دي بجد ما بعرفش. فانا حطيت دلوقتي الميه على النار وهحط عليها معلقه ملح، معلقه كبيره، وشويه زيت، وهسيبها بقى لحد ما تغلي ونشوف. يا رب تطلع المره دي حلوه. دلوقتي يا حبايبي اهي الميه بتغلي، انا هنزل بقى عليها بالمكرونه. والله صدقوني انا ما بعرفش، وقبل كده جبت كذا وصفه من على النت عشان اعرف اعملها اهيت. وهقلبها شويه واغطيها. ايه، صفيت المكرونه. تعالوا نشوف هنعمل الصلصه ازاي. دلوقتي بقى يا حبايبي انا هحط حبه زيت اهو، ماشي، وهحط معاها. انا كان عندي صلصه اللي انا بشيلها في الثلاجه متسبكه، هحط شويه اهو. انا ما بحطش بصل لاني مش بحبه قوي، لا انا ولا ولادي. وبعدين هنزل بقى بصي على الطبق بس شويه ميه صغيرين مكان الصلصه. والله صدقوني فعلا انا بجد ما بعرفش اعملها. كله مستغرب ازاي ان انا بعمل الاكلات الحلوه دي والمكرونه دي لا. فاحنا اهوت عشان لما باجي اقول ان احنا بنعمل اكل تقليدي للبنات اللي ما بتعرفش، تصدقوني انا اهو اقسم بالله بعمل اكلات صعبه جدا. وشويه ملح وفلفل اسمر، وهحط هنا شويه سكر صغيرين خالص. ليه بقى؟ عشان ما تسبب لناش حموضه او اللي يعني مثلا مكرونه والحاجات دي. هنسيبها بقى تتسبك وبعدين هننزل عليها بالمكرونه. ده يا حبيبي الصلصه بتاعتي هي بعد ما اتسبكت. انا دايما بحب يا اشتري صلصه اللي هي جاهزه، يا اما صلصه بكون عاملاها في البيت. لو انت بتعملي طماطم برضه هتعملها كده لحد ما تتسبك. انا مش بحب البصل. ويا رب تطلع حلوه النهارده. دلوقتي اهوت انا بقى هبدا اقلب ايه المكرونه بتاعتي جوه الصلصه زي ما انتم شايفين. مش كده دايما والله حاولت كتير وبقيت ادور على وصفات على النت. دي اسهل وصفه. تخيلين المكرونه المسلوقه دي ان انا ما بعرفش اعملها. ده شكلها بعد ما قلبت الصلصه. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي ده حبيبي شكلها بعد ما خلصت، وانا عملت جنبها بطاطس محمره. بصراحه طعمها روعه بامانه. النهارده عاملاها حلوه جدا عشان انتوا بس بتقولوا ان ازاي ان في الاكلات اللي انت بتعمليها في ناس كتير ما بتعرفهاش. انا هو واحده من الناس اقسم بالله بعمل كوارع جامده ملهاش حل، واجي عند المكرونه دي ما اعرفش. المكرونه فرن، المكرونه اللي هي ميكس جبن، اي حاجه بتطلع معاها روعه الا دي. واخيرا عملتها. لولي ولو عجباكم يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك في القناه والتعليق واللايك.